موعد وتوقيت مباراة المغرب ضد تنزانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم. غادرت بعثة منتخب المغربي مساء الجمعة مطار الرباط صوب العاصمة التنزانية دار السلام لمواجهة المنتخب التنزاني في ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال. ولم يلعب منتخب المغرب ضمن الجولة الأولى من التصفيات والتي كانت مقررة مع إريتريا والتي قررت الانسحاب. وسيسبق المنتخب المغربي نظيره التنزاني الذي سيلعب أمام النيجر في المغرب غدا السبت ضمن الجولة الأولى، فيما سيواجه المغرب يوم الثلاثاء. تواجد المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم رفقة تنزانيا وزامبيا والكونغو النيجر، إضافة إلى إريتريا التي أعلنت انسحابها من السباق. وكان المنتخب المغربي قد أعفي من خوض الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بعد انسحاب إريتريا من سباق التصفيات. يذكر أن متصدر المجموعة سيحسم تأهله المباشر إلى نهائيات كأس العالم المقررة بشراكة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. يحل المنتخب الوطني المغربي ضيفاً على نظيره التنزاني ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. وستجرى المباراة يوم الثلاثاء القادم 21 نوفمبر 2023 بداية من 8 مساء بالتوقيت المغربي على ملعب بنيامين مكابا بدار السلام. وستنقل المباراة مباشرة على قناة الرياضية الفضائية.